بايدن بنسبة موقفه يكون أحسن من ترامب، لأنه ترامب بالنسبة للشعب الكردي كمان كان موقفه سيء جدا بالنسبة للشعب الكردي، لأنه نحن الأكراد دائما نسمع أنه هو اللي باع رأس العين، وطلابيا كان موقفه غير مقبول يعني. أما بايدن على موقفي أنه بدأ التغيير بالنسبة للشعب الكردي يكون إيجابي جدا. الاستراتيجيات الأمريكية تبنيها مؤسسات وهي ثابتة ولا تتعلق بتغيير الأشخاص في الرئاسة، لكن بكل تأكيد سياسة جو بايدن ستختلف عن سياسة ترامب. ترامب كان يفكر بعقلية اقتصادية، بعقلية التاجر، بينما بايدن كما أتوقع ستكون سياسته قريبة من عهد أوباما كونه كان نائبا لأوباما. وفيما يخص الملف السوري جو بايدن سيقدم خطة جديدة على ما أتوقع، وستتحرك حالة الجمود الحالية في الملف السوري. السياسة الخارجية للرئيس المنتخب جو بايدن سيكون مختلفة عن سياسة ترامب الخارجية، خاصة فيما يتعلق بوجود القوات الأمريكية في سوريا والالتزام بوعودها تجاه قوات سوريا الديمقراطية خاصة في محاربة الإرهاب. أيضا ربما يسعى جو بايدن في تسوية الخلاف النووي مع إيران وبعض الخلافات الأخرى لترجع أمريكا إلى سابق عهدها كقوة أو كدولة عظمى. أعتقد أن جو بايدن سيستمر في دعم قوات سوريا الديمقراطية، ولكنه سيراعي أيضا المصلحة التركية في المنطقة، فهو لا يستطيع أن يرد أو يردع التدخل التركي في المنطقة بشكل جذري. يعني لابد أن يجد توازنا بين دعمه للإدارة الذاتية ومصالحه مع تركيا. أما بالنسبة لإيران يعني أنا أعتقد بأنه سيكون أكثر انفتاحا على إيران، وسيحاول أن يتوصل إلى اتفاقات تضمن استمرارية الوجود الأمريكي في المنطقة مع كبح جماح إيران وتدخلها المباشر في سوريا. ويبقى هناك الصراع الأساسي مع الروس في المنطقة، ويبدو أن هناك تفاهما ما بين الأمريكان والروس، ويستمر هذا التنسيق والتفاهم بين شرق الفرات وغرب الفرات. لذلك